أنا الآن مشاهدينا مع العميد سعيد صلاح عيد وهو قائد المدرسة الرياضية العسكرية بالإسكندرية. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بسيادتك يا فندم. شرفتني. نتكلم أكتر يا فندم على التأهيل البدني والدراسي والتحاق الطلبة بالمدرسة، التغييرات اللي بتحصل للطلبة، الهدف والتارجت والإنجازات الحقيقة الطويلة اللي احنا شفنا شباب وأبطال يفرحوا وكلهم الانتماء عندهم عالي ومحتاجين إن هم يطلعوا يدافعوا على أرض الوطن. إيه اللي بيتم؟ هو جهاز الرياضة للقوات المسلحة مصنع الأبطال وعرين الرجال على مر العصور. جهاز الرياضة للقوات المسلحة القلب النابض للرياضة المصرية. تبنت القوات المسلحة فكرة إنشاء المدارس الرياضية العسكرية، وكانوا 6 مدارس رياضية عسكرية، وتم الإنشاء سنة 1996 كبداية بالمدرسة الرياضية العسكرية بالمنيا، استمرارا بالمدارس الرياضية العسكرية لحين الشعور بأهمية الدور الوطني للقوات المسلحة في تدعيم الرياضة المصرية بمزيد من الإنجازات. وكان الدور بدأ من 2005 بتدعيم المنتخبات الوطنية بالسواد الأعظم من الأبطال الدوليين والعالميين. استمر الدور داخل المدرسة الرياضية العسكرية بتقديم أبطال من الطلبة الرياضيين داخل المدرسة وأبطال المجتمع المدني بتوفير جميع الرعاية والإمكانات، سواء كانت الإمكانيات عبارة عن إمكانات رياضية خاصة بأجهزة فنية وإدارية، خبراء أجانب، توفير أماكن خاصة بالتدريب، صالات رياضية على أعلى مستوى. وكان النتاج بتاعها نتيجة للهدف اللي كان مرصود، وهو بطولة علم أخلاق، تحقيق أبطالنا داخل المدرسة الرياضية العسكرية بمزيد من الإنجازات منذ إنشاء نادي المؤسسة الرياضية وإشهاره عام 2005 برقم إشهار 325، وحصول أبطالنا على المستوى المحلي ب 18,003 ميدالية على المستوى العربي والدولي والأفريقي والبحر المتوسطي. في الرقم تاني؟ 18,003 ميدالية. ده الرقم ده أيوة فندم. ده الأبطال يا فندم، على المستوى المحلي نادي المؤسسة الرياضية بأبطال المدرسة الرياضية العسكرية التابع لجهاز الرياضة للقوات المسلحة بدعم من وزارة الدفاع، قدم لمصر على المستوى المحلي بطولات الجمهورية، وسواء كانت بطولات الجمهورية وبطولات المناطق 18,003 ميدالية. كبير جدا. وتستمر الإنجازات والعطاءات على المستوى العربي والدولي والأفريقي والبحر المتوسطي بتقديم أبطالنا الدوليين بإنجازات رياضية ذهب فضة برونز بإجمالي عدد 1536 ميدالية، يعني 1536 مرة طلع أبطالنا على منصات التتويج وكان وراهم علم مصر.